ياتي وليداتي اخواني اخواتي، اليوم ان شاء الله غندير معكم كيكه بالموز والتفاح بلا سكر. نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال، نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، كنتمنى لكم كل التوفيق والصحه والسلامه. ندوزو الطريقه والمقادير على بركه الله. ياتي اخواتي، عندي ان شاء الله كيكه بالتفاح والموز اي البنان. عندي 3 ديال الحبات ديال البنان كيكونوا طيبين، القشره ديالهم طيبين، 3 ديال الحبات، واحد خميره ديال الحلوى، وجوج فاني، كاس ديال الزيت، كاس ديال العنبه، كاس دانون مسوس اي نوع عندكم، 3 ديال التفاحات، 3 ديال البيضات. هنا عندي 3 الكيسان بالكاس ديال العنبه، دقيق، شويه ديال الملحه وشويه ديال القرفه. بسم الله. اول حاجه غادي ناخذ هنا البيض، عفوا الموز هو الاول. هاد الموز غادي نحيد ليه القشره، وهاد الموز خصو يكون يعني البنان خصو يكون طايب بحال هاد الطريقه، لان ما غاديش ندير السكر يعني السنيده، عوض السكر انا درت الموز. هاد الطريقه وليداتي نقيوه من هاد الجوانب. على هاد الطريقه وليداتي كنحيدو له هاد الراس اللي تيكون هكا كحل، كنحيدوه. غادي نمعكو اوليداتي مزيان مزيان بالفرشيط، غادي نمعكو كامل 3 بهم وانتم معايا. بعد ما معكت الموز اولا البنان يعني هرستهم بهذه الطريقه، دابا غادي نزيد عليه واحد شويه ديال الخل، وغادي نفقس البيض. بسم الله. دائما بنياتي البيض كنديروا ليه هذه الطريقه. ثانيه. بسم الله. غادي نخلط هاد المكونات وليداتي مزيان 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 وانتم معايا. بعد ما خلطت وليداتي غادي نزيد عليهم، انا كنخلط ونزيد عليهم الزيت. بسم الله. غادي نزيد عليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال القرفه، ندير جوج فاني، كذلك ناخذ دانون. بسم الله. نخلط هاد المكونات مزيان وانتم معايا. بعد ما خلطتو وليداتي مزيان مزيان بهاد الطريقه، كناخذ هاد الخميره نديرها في المقدمه ديال الدقيق. حيت الدقيق نقدر نديرو كامل، نقدر ما نديروش. بسم الله. غندير غير النص نشوف، ودائما الدقيق على حسب النوعيه ديالو، كاين اللي كيشرب كاين اللي لا. بسم الله. وما نزربوش في التحراك، غير بشويه باش ما يتكورش لنا الدقيق. انا بنياتي ما غاديش نزيد مازال الدقيق، يعني هو هذاك في القياس. تقريبا شاط ليا كما قلت لكم درت 3 الكيسان الدقيق بكاس العنبه، شاط ليا كاس ما عمرش، يعني كاس وربع اولا الا ربع. غادي نخلي هاد العجينه الكيكه ديالي على جنب باش
نقشر التفاح وانتم معايا كما كتشوفوا وليداتي لي شاط. هنا غادي نقشر التفاح، خليته هو الاخير باش ما يكحلش ليا. بسم الله بنياتي، غادي نوريكم كيفاش نقشر التفاح. طبعا اي واحد ولا دابا كيعرف يقشر التفاح. غادي نوريكم الطريقه ديالي بالنسبه للمبتدئات والمبتدئين. غادي نقشرها كامله وانا معكم وليداتي بنياتي اخواني اخواتي. ما شفتوا كنحيد لهم هاد الوسطاني، كدير لها الطريقه هكا على هاد الشكل. ويكون معنا الحامض، ضروري ما يكون معنا الحامض. بسم الله، ونقطعوه هكا بالطول طريقه وليداتي. ولما نبدا نقطعو كنعصروا عليه الحامض، ضروري ما يكون معكم الحامض باش ما يكحلش ليكم. وهاد العمليه نزربوا بها باش نديروا في المول ديال الكيك ديالنا. وانتم معايا على ما نكمل المباقي ان شاء الله، وانتم معايا. بعدا بنياتي ما قطعت التفاح ديالي، خديت هنا المول هذاك اللي كيتحل هكا، غادي ندهنوه هكا بالزبده. وعندي 2 معالق كبار ديال العسل اي نوع عندكم. غادي ندهن المول ديالي وانتم معايا. بعد ما دهنت المول ديالي كما كتشوفوا، دابا غادي نستف التفاح ديالي بهذه الطريقه. غادي نمشيو وليداتي على هذه الطريقه حتى نكملوا وانتم معايا. بعد ما استفتوا وليداتي جا على هذا الشكل. يكون واخا يكون عشوائي ماشي مشكل. غادي ناخذ هنا، عندي هنا 2 معالق كبار ديال العسل اي نوع عندكم. غادي نديرو فوق التفاح على هذه الطريقه وليداتي. بعد ما درت بنياتي العسل على هذه الطريقه هذه، نخلط هذا الخليط ديالنا اللي هو خليط ديال الكيك بالموز. غادي نكبوه في هذا فوق التفاح. راني مشعله الفران على 150. بعد ما كبيت الخليط ديالي فوق هذا المول، غادي نحاول نوزعو في جميع الجوانب على هذه الطريقه وليداتي. دابا غادي نديرو في الفران على 150 درجه لما يطيب وانتم معايا. بعد ما درت الكيكه ديالي في الفران، هنا عندي 1 معلقه صغيره ديال الزبده، غنديرها في البوطه وتكون عافيه مهيله. كذلك عندي هنا 1 معلقه ديال العسل، غادي نزيدها في المقله. وهاد التفاحه غنقطعها 3 أو 4 ديال الحلقات دوائر وانتم معايا. درت الزبده ديالي كتذوب على نار مهيله. هاد التفاح غادي نقطعوه بقشورو، غنخليه بقشورو، غنقطعو دوائر هكا على هاد الطريقه. ويكون شويه غليظ ما يكونش رقيق. بحال غادي نحمرو شويه في شويه العسل وشويه الزبده بهاد الطريقه. هذا ما غاديش نستعملو، غادي ندير غير هاد 3. وهذا غنحاول هكا نديرو بالموس اولا معلقه تنحيد له هاد الزريعه كما كتشوفوا وليداتي. لما نحيد لهم الزريعه نتوما معايا. بعد ما ساحت لنا الزبده كما كتشوفوا، دابا غندير المعلقه ديال العسل اللي قلت لكم باش نعسلو هذاك التفاح. هو باش غادي نزين الوجه ديال الكيكه ان شاء الله. غادي نحمروا وليداتي هاد 3 ديال الدوائر ديال التفاح. بسم الله. بهذه الطريقه وليداتي غادي نخليهم حتى يتحمروا في هذا العسل والزبده. الزبده كيعطيه مذاق وكذلك العسل كيعطيه مذاق وكيعطيه اللون. غادي نبقى نقابلو ونبدا نقلب فيه مره وانتم معايا. كنبقى نستمر نقلب فيه بنياتي على هذا الشكل
كتحمر لنا شويه بهذه الطريقه. ما تحيدوش ليها وليداتي القشره، بالخصوص الا كان التفاح مرمل دغيا كيتهرس. خليوه القشور ديالو باش يبقى متماسك لما يتحمر. وانتم معايا، ها هي الكيكه ديالي بنياتي. كنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، كنتمنى لكم كل التوفيق، وكنشكركم على المشاهده وعلى الكلمه الطيبه، وبكم انا غادي نستمر. الله يجازيكم بخير. نسناها حتى تبرد وندوزو في صحن التقديم. في امان الله. بعد ما درتها في صحن التقديم ودرت هذوك التفاحات كما كتشوفوا، اللي بقى ليا في الكراميل ديال التفاح والزبده والعسل، غادي نديرو هكا فوق الكيكه، لان هاد الكيكه ما فيهاش السنيده، ومذاق ديال الزبده والتفاح والعسل ما شاء الله عطات واحد الريحه في الدار زوينه. قطعوها حتى تبرد بهاد الطريقه وليداتي. كي قلت لكم خليوها حتى تبرد. انا قطعتها لانها هشيشه مع فيها التفاح والبنان. بسم الله. بس الطريقه نتمنى تبان في الصوره. كتجي بنينه ورائعه.